تخيل لو أن مراكش لم تبن أبداً، ليس مجرد غياب مدينة، بل فراغ في قلب تاريخ المغرب كله. أول صدمة: من سيقود الجنوب؟ لأن مراكش لم تكن مدينة عادية، كانت عاصمة، مركز حكم، خط تجمع للسلطة. بدونها ميزان القوة يتفكك، والجنوب يفقد قلبه. ثم تأتي المرحلة الأخطر: الدولة المرابطية. كيف ستتوسع بدون قاعدة قوية مثل مراكش؟ هل كانت ستصل لنفس القوة؟ أم كانت ستتوقف قبل أن تصنع إمبراطورية؟ تخيل التأثير يتوسع: الطرق التجارية عبر الصحراء، الذهب، النفوذ. مراكش كانت عقدة تربط كل هذا. بدونها التجارة تضعف، التأثير يتراجع، والمغرب يفقد أحد أهم مصادر قوته. ماذا عن الهوية؟ مراكش ليست فقط سياسة، بل ثقافة، عمران، فن، رمز، مدينة تصنع صورة بلد كامل. بدونها صورة المغرب نفسها ستكون مختلفة. ثم الأندلس. نعم، حتى هي تتأثر، لأن قوة المغرب في تلك الفترة كانت مرتبطة بوجود مركز مثل مراكش. بدون هذا المركز، هل كان التدخل بنفس القوة؟ احتمال كبير لا. والآن النتيجة: عالم مختلف، مغرب أقل مركزية، قوة أقل امتدادا، وتأثير أضعف عبر التاريخ. وفي النهاية، نعم، بناء مراكش لم يكن مجرد تأسيس مدينة، بل كان قراراً صنع قوة، صنع نفوذاً، وصنع مغرباً نعرفه اليوم. ولو لم تبن، لكان كل شيء مختلفاً بالكامل.